الفترة الأخيرة ناس كتير جدا سألتني عن الايفون 13 العادي، وهل الايفون 13 العادي بعد الثلاث سنين مرت عليه لسه يستاهل انك تشتريه دلوقتي ولا لا؟ ففي الفيديو ده هقول لك التجربة الكاملة بتاعت الايفون 13 وهل يستاهل انك تشتريه دلوقتي ولا لا، وكل حاجة تخص الايفون 13 العادي، لأن بكل بساطة الجهاز ده عليه مطلب كبير جدا من ناس كتير جدا، وناس كتير قوي حتى الان بتروح تشتري الايفون 13 العادي. فمن غير اي كتير خلينا نبدا الفيديو بسرعه، ولكن قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك للفيديو، وكمان انزل اعمل سبسكرايب للقناه، اشترك في القناه عشان نوصل ل 100000 مشترك في اقرب وقت. احنا خلاص دلوقتي يعتبر 90000 مشترك، ففاضل 10000. خلينا نوصل لل 100000 بسرعه مع بعض، وما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. ويلا بينا نبدا الفيديو سريعا جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبتدي ولا نتكلم في اي حاجه، ما تنسوش لاخواتنا ربنا ينصرهم على عدوهم، امين يا رب، وان شاء الله النصر قريب. مبدئيا كده خلينا نتكلم عن اهم حاجه او اكتر حاجه الناس بتتجه لها او بتسال عنها لما بتروح تشتري جهاز قديم. واول حاجه الناس بتسال عنها هو الاداء. هل الاداء مستقر؟ هل الجهاز بيقدم اداء كويس ولا لا؟ هل الجهاز لسه بيوصل له تحديثات ولا لا؟ والايفون 13 هنا بيحقق المعادله الصعبه، ان هو جهاز قديم بقاله 3 سنين، جهاز لسه موجود منه أجهزة جديدة لأن الشركة كانت بتنتج منه أجهزة جديدة عادي جدا. تالت حاجة إن الجهاز ده لسه بيوصل له تحديثات، والجهاز لسه مستقر والأداء بتاعه ممتاز. واللي مساعد إن الجهاز ده بيقدم أداء مستقر ولسه بيوصل له تحديثات إن الجهاز ده أولا بيجي بمعالج ال A15 بايونيك، معالج 5 نانومتر، معالج جبار ومن أقوى المعالجات اللي أبل أعلنت عنها في خلال ال5 أو 6 سنين اللي فاتوا. صراحة معالج قوي جدًا ومعالج ممتاز، وبيقدّم فعلًا تجربة مستقرة جدًا، تجربة ممتازة، مش هتحس إن في أي lag في الجهاز. الجهاز أكنه لسه نازل السنة دي عادي جدًا، أداؤه مستقر أوي، وكمان بتقدر تلعب الألعاب أو تلعب على الجهاز على graphics عالية، والجهاز هيقدّم لك تجربة مميزة وتجربة حلوة جدًا. بجانب بقى كمان إن الجهاز ده لسه هيوصل له 3 سنين تحديثات كمان. يعني أنت دلوقتي في الiOS 18 لسه عندك iOS 19 و20 و21، فالجهاز على الأقل هيقعد معاك 5 سنين، 3 سنين تحديثات، ده غير إن أبل ساعات بتزود سنة، سنتين عادي جدًا، زي ما حصل في الآيفون XS إن لسه بيوصل له تحديثات، مع إن كانت التحديثات المفروض تقف عنه السنة اللي فاتت. فبصراحة للي بيسأل عن أداء الآيفون 13 فهو أداؤه ممتاز، وخُد الجهاز ده وأنت متطمن لو بتسأل عن الأداء. تاني أكتر حاجة بتهم الناس في الموبايل وبتهمني أنا شخصيًا جدًا، جدًا، وهي الكاميرات. فهل الكاميرات هنا بتقدم تجربة كويسة وتجربة ممتازة، والّا تجربة تعبانة وتجربة مش حلوة؟ خلينا نبتدي ونتكلم الأول إن الجهاز ده بييجي بكاميرتين، الاتنين 12 ميجا بكسل، واحدة أساسية وواحدة ألترا وايد. خلينا نتكلم عن الكاميرا الأساسية. الكاميرا الأساسية هنا بتقدم لك تجربة مش هاقول لك مميزة، لأ، ممتازة، تجربة حلوة جدًا. الأيفون 13 عادي بيقدم تجربة في الكاميرا الأساسية خرافية، تقدر تصور أي صورة في أي وقت بالquality الحلوة اللي أي حد عينه أمّا بتشوفها بيبقى حاسس إن الصورة دي متاخدة بكاميرا بروفيشنال. فعلًا الكاميرا هنا بتقدم تفاصيل حلوة جدًا، بتقدم ألوان ممتازة، الكاميرا هنا بتقدم لك تجربة خرافية، تجربة جامدة جدًا. إذا كان الصبح أو إذا كان بالليل برضه هتقدم تجربة مميزة، مش ممتازة، تجربة في المتوسط، لأن الnight mode هنا مش أفضل حاجة، ولكن هي تجربة في المتوسط، فهتاخد صور إذا كانت بالليل أو الصبح جامدة جدًا، فمش هتشيل هَم حاجة. الكاميرا الأساسية فعلًا ممتازة في الجهاز ده. نيجي للكاميرا التانية وهي الultra wide. الultra wide دلوقتي بتصور صور حلوة والّا لأ مقارنةً بكاميرات الultra wide اللي موجودة في الموبايلات التانية؟ فهاقول لك بكل بساطة إن الultra wide هنا قريبة جدًا من الultra wide الجديدة اللي بتقدم تجربة أفضل. طبعًا ما بتقدملكش تجربة perfect، ولكن هي تجربة حلوة، تجربة مش وحشة، هتاخد صور ultra wide كويسة. وأنا أصلًا من الناس اللي ما بتهتمش بالكاميرا الultra wide أوي، فمش فارق معايا أوي إذا كانت الكاميرا بتقدم تجربة ممتازة والّا تجربة وحشة، أنا أهم حاجة تكون في المتوسط، وهنا فعلًا الكاميرا بتقدم تجربة في المتوسط. ولكن بقى الجهاز ده هيكون مهم جدًا، جدًا للناس اللي عايزة تصنع محتوى أو تبتدي محتوى على يوتيوب أو تيك توك أو إنستجرام أو أي منصة، إنك تجيب الجهاز ده وتصور بيه فيديو، لأن الجهاز بيصور لحد 4K 60 فريم في الثانية، وتصوير الفيديو من الجهاز ده خرافي، تقدر تعمل بيه content احترافي عادي جدًا، وتبقى مصور فيديوهات جامدة أوي وبquality عالية.
فبصراحة الجهاز ده هيكون مميز أوي للناس اللي عايزة موبايل وفي نفس الوقت تعمل محتوى بالموبايل بتاعها. وبالنسبة للكاميرا الأمامية فما زال أدائها متوسط، مش أحسن حاجة خالص. الكاميرا الأمامية عمومًا في آيفون لحد الآيفون 13 برو ماكس أو 14 بالنسبة لي كانت متوسطة، ما بدأتش تتضبط وتبقى perfect وتقدر تستخدمها زي الكاميرا الخلفية غير من أول الآيفون 15. ولكن الكاميرا الأمامية هنا تقدر تصور بيها فيديو لحد 4K 60 فريم في الثانية، تقدر تستخدم الجهاز ده في فلوجات، وتقدر تعمل بيه محتوى جامد جدًا بالكاميرا الأمامية. ولكن كصور أنا مش أحسن حاجة في الصور السيلفي عمومًا، مش باحب الكاميرات السيلفي أو مش باتصور بيها كتير، فمش فارقة لي أوي. ولكن للناس اللي بيفرق معاها الكاميرا السيلفي فهتاخد كاميرا سيلفي متوسطة، مش وحشة ولا ممتازة، كاميرا عادية، كاميرا حلوة. اتكلمنا عن أهم حاجتين، تعالَ نتكلم عن تالت أهم حاجة. أنا باتكلم عن أهم حاجة بالترتيب يعني. طبعًا أول حاجة الأداء، تاني حاجة الكاميرات، وتالت حاجة أكيد البطارية، لإن أمّا يبقى معايا جهاز كاميراته حلوة وجهاز الأداء بتاعه ممتاز وبطاريته سيئة، فساعتها الجهاز هيبقى بالنسبة لي مش حلو. ولكن البطارية هنا بتقدم تجربة مختلفة شوية. البطارية هنا 3240 ملي أمبير، والبطارية هنا من غير بقى كلام كتير ومن غير أرقام، البطارية حتى الآن وحتى وقتنا هذا البطارية بتقدم تجربة خرافية ومن أفضل الأجهزة العادية اللي جات ببطارية جامدة جدًا. سلسلة ال13 عمومًا كانت بطاريات الأجهزة بتاعتها ممتازة وبتقدم تجربة كويسة. الأيفون 13 لو أنت استخدامك متوسط هيكمل معاك اليوم مستريح جدًا. لو الأداء بتاعك أو استخدامك قصدي عالي أوي على الجهاز وبتستخدم الجهاز كتير جدًا، فممكن الجهاز يقعد معاك 3/4 اليوم، فما فيش مشكلة من ناحية البطارية. فأنا بالنسبة لي حتى الآن هو جهاز متكامل من جميع النواحي. ولكن بقى في حاجة مضايقاني من الجهاز ده، فخلّينا نشوفها وهي الشاشة. حد هيرد عليَّ يقول لي: "الشاشة مضايقاك؟ ده شاشة سوبر ريتنا XDR OLED وب1200 نيتس نسبة سطوع، وكمان كثافة البكسلات 460 بكسل لكل إنش، يعني صورة ممتازة وsharp وكل الكلام الجميل ده." هارُد أقول لك إن الشاشة مميزة جدًا في مشاهدة المحتوى، وإن الشاشة 6.1 إنش مش 5.8 إنش، هي في المتوسط مش صغيرة أوي. فالشاشة جميلة في إن أنت تتفرّج على محتوى على الشاشة دي، أو تتفرّج على أي حاجة هتكون مستمتع. ولكن اللي مضايقني من الشاشة دي إن هي شاشة 60 هرتز، وده مقارنةً بالأجهزة العادية بتاعة أبل ده مش عيب، لإن كل الأجهزة حتى الأيفون 16 العادي الجهاز ده بييجي 60 هرتز، فده مش عيب بالنسبة لأجهزة أبل العادية. ولكن بالنسبة لي أنا هو عيب في جهاز فوق ال20.000 جنيه. ما فيش أي جهاز أندرويد فوق ال20.000 جنيه وممكن فوق ال10.000 جنيه بييجي 60 هرتز، فده شيء مُحبِط جدًا إنك تروح تشتري جهاز بمبلغ عالي 60 هرتز. إلا في حالة واحدة، لو أنت أصلًا بتستخدم حاليًا جهاز 60 هرتز فتقدر تروح تجيب الأيفون 13 60 هرتز عادي جدًا، مش هتحس إن في حاجة افتقدتها، بالعكس هتحس إن الجهاز سلس جدًا وجهاز متطور. فبصراحة أنا النقطة دي اللي مضايقاني من الجهاز. غير كده الجهاز بيقدّم تجربة مميزة، الشاشة بتقدّم تجربة جامدة جدًا في شغل المحتوى، ألوان حلوة أوي، وأنا بصراحة باحب جدًا ألوان الشاشات بتاعة أبل، لإنها بتعرض المحتوى بألوان أقرب للحقيقة وألوان فعلًا حلوة. ألوان مشبعة. ثانية واحدة هاقيد اللمبة اللي فصلت وآجي لكم. كنا بنقول إن ألوان الشاشة ألوانها مشبعة ولكن مش over saturated، يعني مش ألوان فاقعة زي اللي بنشوفها في بعض أجهزة أندرويد. فبصراحة أنا باحب مشاهدة المحتوى على الشاشة دي جدًا. والمميز كمان إن الشاشة هنا بتيجي بطبقة حماية من السيراميك شيلد، طبعًا كلكم عارفين أنا مش باتكلم عن المواصفات، أنا باذكر المواصفات كده في النُص. ولكن ده شيء برضه أدّى إن الجهاز حتى الآن بعد 3 سنين ممكن يُقع كتير، ممكن يحصل له وقعات بالغلط، ولكن الجهاز ما بيتكسرش والشاشة لسه محافظة على نفسها. نيجي لآخر حاجة والمفروض كنا هنتكلم عليها أول حاجة، ولكن بالنسبة لي أنا دي آخر حاجة ممكن أهتم بيها بعد الكلام ده كله. طبعًا هي مهمة جدًا وطبعًا هاهتم بيها، وجانب من الجوانب اللي لو مش عاجبني ممكن ما اشتريش الجهاز. ولكن بالنسبة لترتيبها في الأهمية تيجي آخر حاجة وهو التصميم. التصميم كلنا عارفين وكلنا متفقين إن الجهاز لو شكله وِحِش مش هاشتريه ومش هاشيله مهمًا كان إمكانياته. في الترتيب في الأهمية تيجي في الآخر، ولكن هي حاجة بتُحدد بناءً عليها الجهاز ده هتشتريه والّا لأ. والجهاز في 2025 بييجي بتصميم مميز وتصميم جامد، مش محتاج إن أنت تقول على التصميم ده قديم. الشاشة بتيجي بnotch قديمة شوية، ولكن حتى الآن في ناس كتير جدًا
تستخدم النوتش في الايفون 14 العادي، فما فيش اي مشكله. الجهاز النوتش بتاعته كويسه وكمان حجمها صغير، فمش هتضايقك في حاجه. وبالنسبه للظهر، فتصميم الظهر هو نفس تصميم الايفون 14 اللي احدث منه بجيل، وهو نفس تصميم يعتبر الايفون 15 اللي احدث منه بجيلين، مع اختلاف ان الظهر لامع وفي الايفون 15 الظهر مصنفر. فبصراحه انا شايف ان الايفون 13 جهاز مميز جدا من جميع النواحي، اذا كان تصميم، شاشه، اداء، بطاريه، كاميرات. الجهاز فعلا متكامل. الجهاز ده تروح تشتريه ولا لا؟ لو انت ما بتفكرش غير في جهاز ايفون في رينج السعر بتاعه، فساعتها هيكون ده افضل جهاز بالنسبه لك وجهاز مميز جدا. وانا بحترم الايفون 13 وبحترم الجهاز ده بشكل كبير، لانه بيقدم تجربه مميزه وبيقدم فعلا حاجه مش كل الموبايلات بتقدمها. ولكن لو انت مش فارق معاك حته الايفون وممكن تشتري جهاز اندرويد، فالافضل في رينج السعر ده ممكن تروح تشتري السامسونج اس 23 الترا مستعمل، هيديك تجربه خرافيه واقوى بكتير من الايفون 13 العادي. وبس كده، وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، بس ما اشتركتش انزل اعمل سبسكرايب دلوقتي حالا القناه، اشترك في القناه عشان نوصل ل 100000 مشترك في رمضان، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديده. لينك الانستجرام عندك في الكومنت، اعمل لي فولو وتابعني هناك، وما تنسوش طبعا تتفرجوا على الفيديو اللي فاتت، وانتظروا الفيديو الجاي واشوفكم على خير.